الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: وكان الله بهم عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة حال المنافقين وأنهم لا ينفقون المال إلا رئاء الناس، لا يبتغون به وجه الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لما ذكر جل وعلا هذا من حالهم، وأن ذلك إنما هو من اتباعهم للشيطان، وأن من يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، لما ذكر ذلك جل وعلا قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. ماذا عليهم؟ أي ضرر يلحقهم؟ والاستفهام هنا ماذا عليهم استفهام إنكار. ماذا عليهم؟ أي ضرر يلحقهم لو أنهم تركوا تلك الحال التي كانوا عليها وأقبلوا على خير حال، هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وأن تكون الأعمال من نفقة وغيرها لا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي لا ضرر عليهم في ذلك، بل هو الخير المحض، والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، لا ضرر عليهم في ذلك، بل الضرر كل الضرر في بقائهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق والرياء وغير ذلك من ذميم الخصال. قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ختم الآية بهذا الاسم العظيم لله جل وعلا العليم، وما فيه من ثبوت العلم لله عز وجل الواسع المحيط، هو في مساق التهديد والوعيد لهؤلاء. وكان الله بهم عليما، أي سيحاسبهم على ذلك الكفر وذلك النفاق وذلك الرياء، سيحاسبهم عليه، فإنه عليم بهم، مطلع على ما في ضمائرهم وما تكنه صدورهم، وسيحاسبهم على ذلك كله يوم لقائه سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل وإفراده بالعبادة،
أنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. يعني ماذا عليهم لو جمعوا بين نفقة يبتغى بها وجه الله وإيمان بالله، إيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. قال: ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال، فقال: وكان الله بهم عليما. وكما تقدم ختم الآية بهذا الوصف لله وكان الله بهم عليما هو في مقام التهديد والوعيد لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى 10 أمثالها، إلى أكثر من ذلك، بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى مثقال ذرة. وهذا فيه كمال عدل الله، فيه إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى، لأن القاعدة كما هو معلوم في باب النفي في الصفات أن النفي ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. والنفي الصرف لا يكون مدحا ولا ثناء، وإنما المدح في تضمن النفي ثبوت كمال ضد المنفي. فهنا نفي للظلم، أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وذلك لكمال عدله، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم أي أحدا مثقال ذرة. المثقال وزن، يعني مثقال ذرة أي وزن ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، وقيل الجزء من الهباء المنثور. فالحاصل أنه لا يظلم أي شيء وإن قل. فمن ذلك أنه لا يدخل في سيئاته ما ليس من سيئاته، ولا ينقص من حسناته شيئا، لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يزاد في سيئاته ما ليس منها، ولا ينقص من حسناته شيئا ولا قليلا، يعني ولا مثقال ذرة ولا شيئا يسيرا، لأن ذكر الذرة هنا المراد به القليل جدا، يعني ولو كان قليلا يسيرا لا يظلم شيئا من ذلك. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم العامل بنقص في حسناته ولا أيضا بزيادة في سيئاته. وإن تك حسنة، وإن تك حسنة، وإن تك أي الذرة أو الفعلة التي فعلها الإنسان
اسم كان مقدر يدل عليه ما قبله. وإن تك يعني الفعلة أو الذرة أو زينة الذرة حسنة يضاعفها. قال وإن تك حسنة، قرئت حسنة بالنصب وقرئت بالرفع. قوله وإن تك حسنة بالرفع أي وإن توجد حسنة، أي وإن توجد حسنة يضاعفها. وبالنصب أي إن تك الزنا أو الفعلة أو الذرة حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها. وأيضا يضاعفها قرئت بالتخفيف والتشديد، يضاعفها ويضعفها، يضاعفها ويضعفها، وإن تك حسنة يضاعفها أو يضعفها. وقولها يضاعفها هذا جواب الشرط في قوله وإن تك حسنة، وإن تك حسنة يضاعفها. إلى كم هذا التضعيف؟ ذكر أن ثمة تضعيف للحسنات، لكن لم يذكر مقداره من حيث قلته وكثرته. وفي في موضع من القرآن قال عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا أقل تضعيف. هذا الذي ذكر في هذه الآية وأقل تضعيف للحسنات أن تضاعف إلى 10 أمثالها. ثم يزيد الله سبحانه وتعالى لعبده بحسب نصحه في العمل وإخلاصه وجده وغير ذلك مما يحتف بالعمل، يضاعف أضعافا كثيرة، مثل ما تقدم معنا في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا 700 الآن، في كل سنبلة 100 حبة. وهذا فيه أن التضعيف إلى 700. وأيضا يزيد الله سبحانه وتعالى للعاملين بحسب العمل والإخلاص فيه والنصح، يزيد الله سبحانه وتعالى في التضعيف ما يشاء. قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن، يعني فوق التضعيف يزيد ويتفضل سبحانه وتعالى على من شاء، وهو سبحانه جواد كريم. ولما يقرأ المسلم هذه الآية عليه أن يقوي طمعه فيما عند الله وفيما يقوم به من عمل صالح، فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع وثوابه جزيل، فيقوي الطمع، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في ثوابه للعامل بأنه يضاعف الحسنات، وفوق المضاعفة يؤتي من لدن أجرا عظيما ثوابا جزيلا. قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظر ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى أجرا عظيما، في قول الله جل وعلا أجرا عظيما. قال إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟ إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟ هذا قول رب العالمين، قول رب العالمين، وعطاؤه جزيل ومنه واسع وفضله عميم. ولهذا هذه الآية ينبغي على العابد والعامل والقائم بالحسنة، ولو كانت الحسنة ماذا؟ ذرة، قوي طمعه العبد، ولو كانت الحسنة ذرة، ولو كانت قليلا يرجو الله عليها الثواب الجزيل. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، قال إذا تصدق الرجل من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، إذا تصدق بعدل تمرة، يعني ما يعادل تمرة، إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له
كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. هذه الآية فيها تقوية للرجاء والطمع فيما عند الله، ورجاء مضاعفة الحسنات ولو كان شيئا قليلا. وهذا فيه تأكيد للمعنى الذي في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ألا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، لا يحقر من المعروف شيئا ولو شيئا قليلا، يرجو أن يلقى عليه يوم لقاء الله عز وجل التضعيف الذي ذكر في هذه الآية. وماذا؟ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيرجو التضعيف على العمل، ويرجو أيضا هذا الوعد العظيم الذي لا يقادر قدره، مثل ما تقدم في قول أبي هريرة رضي الله عنه: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا فيها بدأ السياق في ذكر أهوال يوم القيامة وشدائد ذلك اليوم العظيم، وذكر حال الناس يوم القيامة يوم يجاء بهم يقدمون ليلقى كل جزاء عمله وجزاء ما قدم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. كيف حال الناس وشأنهم في ذاك اليوم وذاك الموقف العظيم العصيب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. أمة أي من أمم الرسل السابقة، يؤتى من كل أمة بشهيد، وشهيد كل أمة رسولها. فيؤتى من كل أمة بشهيد وهو رسولهم ليشهد عليهم، ومن شهادته عليهم أنه بلغهم دين الله تمام البلاغ، وأنه أقام عليهم الحجة، وأنه أبان لهم السبيل. من كل أمة بشهيد. وجئنا بك أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. وجئنا بك على هؤلاء، قيل على أمتك وقيل على سائر الأمم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي من القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيها فضل سماع القرآن، في فضل سماع القرآن ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للسماع. وكما أن تلاوة التالي للقرآن من عمله الصالح الذي يرجو عليه الثواب عند الله، فكذلك سماعه للقرآن، سماعه القرآن وعنايته بالتدبر والفهم لمعاني كلام الله جل وعلا. والله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه من أول سورة النساء، قرأت عليه من أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. فإذا عيناه تذرفان أي بالدمع صلوات الله وسلامه عليه. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ أي في ذلك اليوم العظيم، وما يرون في ذاك اليوم من الأهوال والشدائد. يومئذ أي يوم القيامة يود الذين كفروا،
يود الذين كفروا أي يتمنون، يود الذين كفروا وعصوا الرسول، كفروا بالله وعصوا رسوله. كفروا بالله عز وجل فجحدوا توحيده وإخلاص الدين له، وعصوا رسوله فكذبوا رسالته وجحدوا ما أرسل به صلوات الله وسلامه عليه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض، في قراءة تسوى بهم الأرض، أي يمسحون في الأرض مسحا فيكونون ترابا، يتمنون ذلك. نظير ما في قوله في سورة النبأ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذه مثلها. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي لما يرى العذاب الذي هو قادم عليه ومقبل عليه، ويوقن أنه مآله إلى العذاب الأبدي والخلود السرمدي في نار جهنم، يتمنى لو أن تسوى به الأرض بأن يكون ترابا، لو تسوى بهم الأرض، ولا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون كتمان الله سبحانه وتعالى حديثا. مقصود بالحديث يعني الأعمال التي فعلوها، الأعمال التي فعلوها قدموها، لا يستطيعون جحدها إنكارها والقول بأنهم ما فعلوا ذلك أو ما أشركوا أو ما كفروا، ولا يكتمون الله حديثا. قال الشيخ رحمه الله في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير. فالآية فيها إثبات الكمال، كمال العدل، عدل الله عز وجل، وكمال فضله. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته. لا يظلم بأن ينقص العبد ولا حسنة ولا مقدار ذرة من حسنات العبد، وأيضا لا يزاد في سيئاته ولا مقدار ذرة. هذا كمال عدل الرب سبحانه وتعالى. والوزن يوم القيامة للأعمال بمثاقيل الذر، ما يضيع شيء. قال كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وإن تك حسنة يضاعفها أي إلى 10 أمثالها، كما في قول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى أكثر من ذلك، كما في الآية التي أشرت في سورة البقرة آية النفقة. قال بحسب حالها المضاعفة من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله، بحسب حالها وصاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. ثم فوق هذه المضاعفة يقول جل وعلا ويؤتي من لدن فضلا منه، يتفضل به على عباده أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني الشيخ كان يشير إلى أن الإيتاء على ثوابا للحسنة يكون في الدنيا والآخرة، يكون في الدنيا والآخرة. يؤتيه من لدنه توفيقا لأعمال صالحة ومزيد في الأعمال، ويؤتيه يوم القيامة أجرا عظيما أي ثوابا جزيلا يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده، يؤتيه إياه سبحانه وتعالى من لدنه تفضلا وتكرما. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا أجمعين من واسع فضله وجزيل منه. نعم. قال رحمه الله ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
أي كيف تكون تلك الأحوال، وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة، بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه. فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. ولهذا قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يعترفون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مثل ما تقدم، يعني ظاهر الآية شهادة الرسل على أممهم، وشهادة الرسول على أمته، وقيل على الأمم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الشهادة هنا أنها شهادة الرسل، وإقرار أيضا المحكوم عليهم بكمال عدل الله، بكمال عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه كامل العدل كامل الحكمة. فقد يكون يعني هذا من المعاني، لكن ظاهر الآية أن الشهادة شهادة الرسل على أممهم، شهادة الرسل على أممهم بأعمالهم، وأنهم بلغوهم البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. قال الشيخ: ولهذا قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله والمعصية للرسول. وسيأتي معنا في سورة النساء قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل بعثوا ليطاعوا، فمن قابل دعوة الرسل بالتكذيب هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: جمعوا بين الكفر بالله وبالرسول ومعصية الرسول. لو تسوى، أي يتمنون أن تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض أو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما. قال نظير قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون مثل التراب. قال: ولا يكتمون الله حديثا. في ذاك اليوم لا أحد من هؤلاء الكفار يكتم الله حديثا، يعني يكتم ماذا كان يعمل من الكفر والجحود والتكذيب. ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جزاءهم دينهم أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: أما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم،
يعني يأتي في بعض الآيات أنهم في يوم القيامة يكتمون كفرهم، يكتمون ويجحدون، يعني يقولون ما كنا كفار، يقولون ما كنا مشركين، ما كنا نعبد الأصنام، يقولون ذلك يوم القيامة. وهنا في هذه الآية الله جل وعلا يقول ولا يكتمون الله حديثا. ففي بعض الآيات نفي الكتمان، وفي بعضها ماذا؟ إثبات كتمان. ولا تعارض، لا تعارض، لأن هناك قاعدة معروفة عند أهل العلم أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، يكون اختلاف أحوال، يكون اختلاف أحوال. فمثلا هنا يقول الشيخ أما ما ورد من أن الكفار يكتمون، مثل قولهم والله ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين، هذا يقولون يوم القيامة، هذا ما هو الآن؟ نعم، والله ربنا ما كنا مشركين، هذا ما هو؟ هذا كتمان. ومثل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كنا ندعو شيئا، ما كنا نعبد أصنام ولا كنا، هذا يقولونه يوم القيامة. وأيضا يقولون كما جاء في آية أخرى ما كنا نعمل من سوء، ما عملنا سوء، كل أعمالنا في الدنيا صالحات، هذا ما هو الآن؟ كتمان. وهنا في هذه الآية قال ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. كيف يكون الجمع؟ قال الشيخ فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، يعني في بعض الآيات مثل ما أشرت إليه، فإن ذلك يكون في بعض مواضع يوم القيامة حيث يظنون أن جحودهم ينفعهم. لكن متى ينتهي إلى أي حد؟ عندما يختم الله على أفواههم وتشهد جلودهم وأيديهم وأسماعهم، تشهد عليهم بما كانوا يعملون. قال حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم، إذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم الجوارح، يعني هم يقولون ما كنا نعمل من سوء، ما كنا مشركين، ما كنا نعبد إلا الله، يقولون أشياء من هذا القبيل. ثم إذا عرفوا الحقائق وختم على الأفواه ونطقت الجلود ونطقت الأسماع ونطقت الأعضاء بأعمال هؤلاء، حينئذ ينجلي الأمر. يقول الشيخ ولا يبقى للكتمان موضع، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. يعني إذن في بداية الأمر يوم القيامة يكتمون ما أشركنا ما كذا إلى آخره، ثم إذا ختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومثل أيضا ما قال سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والآيات في هذا المعنى عديدة. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.